بجد انا ندمت ان انا مجربتهاش من زمان. طلعت تحفة جدا وريحتها كانت جايبة لاخر الشارع. طعمها حلو وكانت هشة وجميلة. نسمي الله ونصلي على الحبيب وندخل نشوف عملنا حلو ايه النهاردة. اول حاجة جبت الخلاط، حطيت فيه 2 بيضة، نص كوباية بس من السكر، نص كوباية من الزيت، كنت استعملي 3 معلقة كبار من السمنة، وكوباية من الحليب، وفانيليا، ومعلقة كده واحدة من الخل. بس كده هضربهم كويس جدا في الخلاط. وجبت بولة فاضية بقى، حطيت ايه بقى، كوبايتين من الدقيق، وكيس كده من الكيك شيف. هقلب الدقيق والكيك شيف كده مع بعض الاول، ورشة بسيطة كده من الملح. هقلبهم الاول مع بعض، وبعد كده بنزل بالمواد السائلة اللي انا ضربتها في الخلاط. تمام كده. وبعدين بقى اقلبهم تقليب باتجاه واحد علشان ما اخرجش الهواء خالص. وبعد كده قبل ما ابدا في المقادير دي خالص، بكون مشغله فرن البوتاجاز على درجة حرارة 180. ما عندكيش الفرن بتاعك عادي مفيش فيه درجات حرارة، بتخليه درجة الحرارة تكون متوسطة. واي صينية بقى عندك مسحة كده بسيطة من السمنة. وبعدين بقى كان عندي كده، بما ان بقى احنا في موسم البلح، والبلح بقى موجود وسعره كويس جدا وموجود كتير في السوق، فجبت البلح بتاعي، قشرته وهبدأ اقطعه كده، ورحت كده حطاه رصيته في ايه بقى، في الصينية كلها بالشكل ده. بعد ما رصيته، جبت كده معلقة صغيرة من القرفية، حوالي معلقة صغيرة كده، وقعدت ايه، ارشها كده على البلح، اوزعها على البلح. يعني انا استعملت حوالي معلقة صغيرة بس، بتديها طعم وريحة حلوة قوي قوي بجد يعني. كانت حلوة قوي كيكة البلح، كانت تحفة. انا ندمت ان انا فعلا ما جربتهاش من زمان. طلعت خطيرة، طعمها ريحتها كانت قلب الدنيا. شايفين ادي الكيكة بتاعتنا اهي. طبعا حطيتها كده على البلح وهدخلها في الفرن. ما افتحش باب الفرن غير بعد نص ساعة، 30 دقيقة، وافتحي باب الفرن هتلاقيها ما شاء الله استوت معانا. تسيبها تبرد تماما، وبعد كده بقت بالجمال ده. شايفين الجمال تحفة جدا. اظن هي بتحكي عن نفسها ومش محتاجة ان انت توصفيها. شايفين ديت بقى عاملة زي البرواز، خريطة كده تحفة. انا عملتها وكانت جميلة، كفاية شكلها كده اللي يفتح النفس. شايفين هشة ازاي، خفيفة ولذيذة، وكانت طعمها حلو. اللي ما جربهاش بأمانة لازم تجربوه، واللي جربها عارف طبعا ان هي حلوة قوي طعمها، وكل حاجة فيها حلوة. شايفين تحفة ازاي. استاهل بقى منكم ايه بقى، مش المفروض بقى تقولوا تسلم ايدك يا موحة كده، وما تبخلوش عليا كده بلايك. يلا قوموا اعملوها وبألف هنا.